المجتمع بيبوظ يا بنات واحنا بنتفرج عليه واحنا اللي هنتوه في النص. علشان كده انا رحت اخدت كورسات ارشاد اسري ونفسي، وكمان انا خريجه علم نفس زي ما انتم عارفين. ومش بس كده، انا كمان اخدت كورس، لا مش ده كمان اخدت كورس تمثيل. هتقولي لي ايه دخل العلم بالتمثيل؟ هقولك ان الفن الرساله اللي بنقدر من خلالها نوصل اي معلومه عايزين نوصلها، ايا كان المستوى المادي والاجتماعي والطبقه اللي بتتفرج علينا. كل طبقات واطياف المجتمع بيوصل لهم المعلومات عن طريق الفن. لما اخد معلومه علميه مكلكعه قد كده اهو قد كده اهو واحطها في سكتش لطيف لذيذ، ممكن يكون كوميدي، ممكن ربنا يكرمنا ويبقى نكت كده او ترفيهي، ايا كانت الفكره بتاعت السكتش، لما يكون محطوط فيها معلومه هتفيد الناس بتوصل بكل لذاذه وكل سهوله. علشان كده يلا بينا بقى، جه وقت التنفيذ. انا على فكره من 2020 وانا واخده الكورس ده، من زمان وانا بجهز من زمان وطبعا كنت بقدم قبل كده شويه سكتشات كده على خفيف عشان كنت مركزه في المذاكره. بس يلا بينا بقى نبدا نعمل وننفذ اللي احنا كنا عايزين نعمله الفتره اللي فاتت. جاهزين؟ من اول بكره ان شاء الله هنرجع نتدرب تاني على التمثيل، علشان انا بقالي فتره بعيده عنه وبقالي فتره واخده الكورس، فاكيد الفتره دي كلها اثرت على المعلومات اللي خدتها. فهنرجع تاني نتدرب ونرجع تاني نحط المعلومات العلميه اللي درسناها كلها في ترفيه علشان يوصل لكل الناس، علشان احنا بايدينا نصلح كل اللي قبلنا بوظوه. هم بوظوا، احنا هنصلح، مش هنوافق ان احنا نمشي على البوظان اللي سابوه لنا. فيلا بينا بقى نبتدي من اول بكره ان شاء الله. خدي بوسه.